السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنقول على نصايح مطبخية هتفيدك جدا جوه المطبخ وهتفيدك في البيت. اول نصيحة: لما تجيبي استرتش رول ويغلبك، لما تيجي تستخدميه تحطيه قبلها ب10 دقايق في الفريزر، هيبقى سهل معاكي وانت بتستخدميه. تاني نصيحة: وانت بتعملي الكيك ضيفي معلقة خل، هتفرق في لون وهشاشة الكيك. تالت نصيحة: لما تيجي تفرمي التوم حط عليه معلقة خل، ده بيخلي لون التوم فاتح للآخر لحد ما يخلص. رابع نصيحة: أي حاجة على النار عاوزين نزودها مية لازم تكون المية مغلية جدا وسخنة. خامس نصيحة: قبل ما تحطوا الكاكاو للكيك انخليه علشان ما يعملش تكتلات. النصيحة اللي بعدها: لو بتعملي الكيك بالسمنة اضربي السمنة مع السكر وبعدين ضيفي بيضة. النصيحة اللي بعد كده: لو بتعملي الكيك بالزيت اضربي السكر مع البيض الأول وبعدين ضيفي الزيت بالتدريج عشان البيض ما يهبطش. النصيحة اللي بعديها: وانت بتطبخي او بتعملي رز استخدمي سمنة على زيت، هيديكي نتيجة افضل. طيب النصيحة اللي بعدها: وانت بتعملي كيك ضيفي معلقة خل على البيكنج باودر قبل اضافته على الخليط. طيب النصيحة اللي بعد كده: للقضاء على النمل حط شوية خل على البريل في بخاخ ورش بيه الأرضية هيقضي عليه. النصيحة اللي بعد كده: قبل ما تحطي اللبن في الحلة على النار حطي معلقتين مية علشان مش يلزق معاكي أبدا. النصيحة اللي بعديها: اللحمة الضاني لو هتسبكيها بالصلصة ضيفي معلقة توم ونعناع أخضر مفروم، بتضيع الطعم شوية. النصيحة اللي بعديها: لو خزنت الكرنب ورق بعد ما تحشيه اسقيه بشوربة ساقعة علشان ما يجلدش معاكي. النصيحة اللي بعدها: لو بتسلقي فراخ ضيفي لها ورق لورا عشان بيساعد على تفتيح لون أنسجة الفراخ. النصيحة اللي بعد كده: لو عندك توم ناشف وفصوصه صغيرة انقعيه في شوية مية وبعدين قشريه، هيبقى سهل جدا. بعد كده لو بتقطعي خضرة أو أي حاجة خضرة ورقية حطي على لوح التقطيع رشة ملح عشان مش تتطاير منك. طيب النصيحة اللي بعد كده: في أكلات ما ينفعش نغطي الحلة واحنا بنسويها، زي ايه؟ زي العدس والبصارة والويكة والرز بلبن والمهلبية والمربى. طيب النصيحة اللي بعد كده: في أكلات ما ينفعش نغطي الحلة بعد ما نسويها، مش واحنا بنسويها بس، زي ايه؟ زي الملوخية والسبانخ وهم لسه سخنين طبعا. طيب النصيحة اللي بعد كده: لما تيجي تعصجي اللحمة وانت بتحطي المادة الدهنية تشوحي معاها فصين مستكي، وقبل ما تطفي عليها تحطي معلقة صويا صوص، هتودي الطعم في حتة تانية. بس كده، يا رب اكون فدتكم. ما تنسوش تدعموا لي القناة وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.